هذه سيارة نجوى ركنتها في الخارج بعد أن اشترى لها منجي سيارة جديدة قبل انطلاقهم إلى لبنان. وهذه خديجة شقيقة نجوى وأغلى ما كان لها من عائلتها، فهي أتت منذ 14 عاما لقضاء بعض الوقت مع أختها، فعلقت بزوجها وعاشتا جنبا إلى جنب مع أولادهما. اليوم وبعد أكثر من أسبوع على الفاجعة، وافقت خديجة على دخول المنزل الذي كان من في داخله مركز حياتها بعد زوجها وأولادها. بيكونوا كلهم هون، خالته بيعبطوني ببوسوني، بكون أختي قاعدة هونيك. مين حط لهم اياهم هون؟ انت جيتي لهون؟ ايه وجيرانا. ايه طويتي لها شمعة؟ هودي لركية ما بقيت الا منها. وهناك جلست نجوى تنتظرها ليبدأا نهارهما معا. اختي ما أذت حدا، قلبها طيب كتير، وصهري كمان ما أذى حدا بحياته كلها. والله كان شو ما يكون في بتلاقي أول واحد بيحبني كتير. كان يقلي يا بنت عمي ما تخافي أنا هون. راح تركني. أنا لمين بدي أقول يا أختي؟ هديك اليوم كنت بحاجة إلها، صار شي معي، رحت بدي أخد التلفون إلا نجوى، صارت معي هيك تنبسط معي، ما لقيتها. راحت تركت الكرسي فاضي، راحوا كلهم تركوني. اليوم قررت خديجة الدخول إلى تفاصيل حياة أختها وزوجها وأولادهم الأخيرة. خديجة نادت نجوى لكنها لم تجب. نجوى وينك يا أختي؟ وينك؟ هيني جيت. في الخلف المشهد لا يختلف. وينكن يا غادة؟ وينكن تعوا يا عمري؟ وينكن؟ أينن يا الله؟ وينه؟ صلاح عديل منجي ورفيقه منذ 14 عاما لا يصدق ما حل بشقيق كان له. فكرش انه هلا هذه ايام الحلوه كانت كل ايامنا، لا، بس هلا مثل منك شايفه صار بده يبلش يرتاح، خي القريب راح. أما محمد ابن أخته فهو ترك لبنان وجاء ليعيش في منزل خاله منجي ليساعده في العمل، فخسر هو الآخر أبا وأما وأشقاء. ننام بنفس الغرفة 4 على تخت واحد، عبوتهم نتقاتل مع بعض، نطق مع بعض، نلعب مع بعض. اخواتك كانوا يعني؟ اخواتي، عائلتي التانية، بيي وامي واخواتي. أغلق باب منزل منجي حسن ولن يفتح، لكن الجرح الذي مزق صميم عائلته وعائلة نجوى لن يغلق أبدا. من بوركينا فاسو في أفريقيا، نوال بري، قناة الجديد.